لازم تكون عندك قوه في الالتحامات مع لعيبه تشيلي. لمسه خطيره على اليمين منطقه خطوره خطيره جدا، والتصويبه القويه والهدف. الهدف الاول تصويبه قويه الى حد ما، ارضيه زاحفه تعدي وتروح على يمين الحارس شريف اكرامي، وتصويبه بقدم مين؟ بقدم النجم ادواردو فارجاس. والهدف الاول في الدقيقه 60 من عمر المباراه. اصبحت المقدمه حمراء. منتخب تشيلي هنا في مدريد متقدم على منتخب مصر بهدف واحد بقدم النجم ادواردو فارجاس. الهدف يسأل عنه محمد النني في المقام الاول، وفي المقام الثاني محمد صلاح، وكمان الجانب الايسر وجود احمد قناوي لاعبي منتخب مصر. مشكله من النني في التحام ما كانش قوي، ثم قطعت منه الكره محمد صلاح، ثم عدم الدفاع جيد من احمد قناوي على طرف الشمال لدياز على اليمين. تصل على طول محاوله ناحيه عيسى باك اليمين، عدى وفات الخطوره، الباصه قويه، استلام مهاره والصده والمتابعه والهدف. الهدف الثاني بلمسه بمتابعه بقدم كارلوس كارمونا عشان منتخب تشيلي يسجل مشاهدينا الهدف الثاني، وهدف التعزيز في الدقيقه 66 من عمر المباراه. 2-0 2 منتخب تشيلي ومنتخب مصر حتى الان لا شيء. هدفين في الشوط الاول. ادي العاده مره ثانيه، ادي الباك اليمين يسلا، وادي التحرك خطولي بعرضيه بهديه من لاعب منتخب مصر، ومتابعه على طول بقدم كارلوس كارمونا عشان يحطها في الشباك. تعامل جيد من شريف اكرامي، وجت في اقدام ادم العبد، وهديه تروح وتصل لقدم اللاعب تشيلي كارلوس كارمونا عشان يحطها في الشباك، وعشان منتخب تشيلي يسجل الهدف الثاني وهدف التعزيز في الدقيقه 66 من عمر المباراه. الماضي لمسه كره طول مره ثانيه، الاسبوع الثاني هيبدا ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله الجمعه. لمسه محمد صلاح، عمر جابر، العرضيه والهدف الاول. اخيرا منتخب مصر يسجل مشاهدينا على الهدف الاول، وهدف تقليص الفارق بلمسه جميله من عرضيه ساحره بقدم عمر جابر، ومتابعه جميله جدا من النجم الشاب محمد صلاح عشان منتخب مصر، ومحمد صلاح يسجل الهدف الاول في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 83 من عمر المباراه. محمد صلاح، وهدف جميل جدا جدا. هذه العاده مره ثانيه، وهدف تقليص الفارق. هذا محمد صلاح والمجهود الكبير، قطع كورته تصل لعمر جابر، وانطلاقه بلمحه برؤيه بعرضيه ساحره، ومحمد صلاح يسجل مشاهدينا هدف اول للمنتخب المصري مع لحظات اخيره من